أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في الفيديو دوت هنعمل اكل او غدا ب60 جنيه بس. ايوه ب60 جنيه بس. وهنتكلم كلام مهم جدا عن التوفير، عن طبقة معينة من الشعب مش بتحب توفر خالص. هقولك ازاي ممكن توفري. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي نوريني بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد، واعملي شير للفيديو ده عشان طريقة عمل السمك ده تحفة، عجب الاولاد جدا. الكيلو بس ب60 جنيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا نزلت سوق التلات، جبت كيلو سمك سردين، كيلو واحد بس كفايه، هيكفي اسره من 6 افراد، ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هتلاقيه ب60 جنيه. هتلاقيه في الاسواق العاديه ب80 وب90. بس انصحك انزلي اشتري من سوق التلات، هتوفري. يعني ممكن تنزلي مره واحده يوم التلات تجيبي كل مشترياتك. تمام. جبنا كيلو سمك السردين، بتنضفيه وطريقه تنظيفه هنزلها لك في فيديو شورت. بتعمليه بالمقص، بتقطعي الراس وتنضفيه من جوه، وبتشيل السلسله بطريقه معينه، وبتعمليه مخلي بمعنى اصح ما يكونش فيه اي شوك. وبعد كده بتنقعيه في ميه فيها زنجبيل زي ما شفتوا في اول الفيديو، ومعلقه دقيق وعصره ليمونه، ما تحطيش خل خالص. 5 دقايق تسيبيه منقوع في الميه، وبعد كده تشطفيه كويس جدا، وهنعمل مع بعض الخلطه بتاعته. انا جبت جميع التوابل اللي قدامكم ديت: بصل بودر، توم بودر، زنجبيل، وحبه كمون وملح وفلفل صغيرين، وقلبتهم بالشكل دوت. وقسمت الكميه نصين، نصها حطيتها على التوم، ونصها حطيتها لوحديها كده بودر، وحطيت عليهم حبه لبن. يبقى هتجيب التوابل بتاعه السمك وهتحط عليهم حبه لبن صغيرين، يعني بالظبط ما يجيش ربع كوبايه لبن. وهنقع فيه السردين بتاعنا، هسيبه كده هو نص ساعه في الخلطه اللي احنا عملناها دي. وبعد كده هطلعه على دقيق يكون فيها ملح وكمون، بس كده. وبتقليه في الزيت، بيكون محمص وكريسبي، طعمه حلو جدا. وهتعملي جنبيه حبة رز بتاع الكشري. نص الخلطة التانية بقى، انا كنت جايبة كمية سمك في اليوم دوت، فقلت اتبلها كلها مرة واحدة وهشيلها في الفريزر. السمك يفضل لما تيجي تفرزيه مش متبل. تمام. فانا قلت كده كده هعمل تتبيله مره واحده للسمك كله، فروحت شيلته متبل عشان لما تيجي تطلعي منه، لو انت بتشتغلي موظفه تطلعي منه على التحمير على طول. فانا عملت كده في نفس الخلطه، نفس التوابل اللي انا قلت لكم عليها: بصل بودر، توم بودر، زنجبيل، كمون، وملح وفلفل. وما تكتريش الفلفل عشان بيعمل حموضه. الفلفل هو اللي بيعمل حموضه يا جماعه في الاكلات اللي احنا بنعملها، فما تكتريش الفلفل. وحطيت عليهم بقى معلقه توم، معلقه عصره ليمون، حبه بقدونس، حبه جزر. كان عندي جزر، ما تحطيش قوطه بقى، ده انت هتفرزيه وتشيليه متبل. وقسمت كنت جايبه بقى سمك بلطي، وكنت جايبه سمك تونه، وسمك السردين. وتبلت السمك بتاعي كله بالتتبيله ديت، وشيلته في الفريزر. ولو انت بقى بتشتغلي في اي يوم راجعه من الشغل مثلا تعبانه، تطلعي كيس على طول وجنبيه حبه رز، وبالهنا والشفا على قلبك. هنعمل بعد كده هنحمر السمك وهنعمل حبة الرز. تعالوا بقى هكلمكم عن نقطة مهمة جدا في الفيديو، اوجه رسالة لبعض الناس اللي مهما تتكلمي معاهم الكلام مش جايب نتيجة، بمعنى اصح الناس اللي مش بتوفر، الناس اللي عايشة حياتها كده، لما تيجي تتكلمي معاها تقول انا عايشة يوم بيوم، انا عايزة استمتع، انا مش عايزة امسك على ايدي، انا مش عايزة اعمل حاجة، انا مبسوطة كده. فعلا الكلام ده بيحصل، ونوعية معينة من البشر لما تيجي تكلميها تقول لها مثلا انت بتصرفي كتير، وفري شوية. يعني ممكن النوعية دي تلاقيها مثلا تصرف لك 1000 جنيه كل شهر على اللبس، تلاقيها مثلا تصرف لك حلويات في اليوم 100 جنيه، تلاقيها مثلا بتصرف، يعني كل قرشها مصروف، مفيش منه جنيه بيتشال. لو هي موظفة او جوزها موظف بتشتغل
كل فلوسها متشالة. تيجي مثلا تنصحيها او تكلميها تقولك لا، انا عايشه كده، انا مبسوطه كده، انا مش عايزه اعمل حاجه، انا امسك على نفسي ليه، انا مش ضامنه بكره في ايه. تمام. فهي بتقول انا عايشه يوم بيوم. طب حتى لو عندها بنات او عندها اولاد عايزين مثلا يتجهزوا او تقفي جنبيهم او عايزين تعليم، برضو قرشها كله مصروف. فالنوعيه ديت انا بقول لها ان انت هتيجي عليكي يوم وهتندمي، هتيجي عليكي يوم وتقولي يا ريتني يا ريتني شلت قرش للزمن. تمام. وللاسف النوعيه دي يعني هي مش عايزه تحوش، وتيجي تتكلمي معاها برضو لو انت مثلا صاحبتك او حد غالي عليكي مش قابله النصيحه. وفي نفس الوقت النوعيه دي تيجي تقولك مثلا انت عملتي، انت حوشتي، انت دخلتي جمعيه، انت اشتريتي حاجه جديده. طب لما انت يا حبيبتي زعلانه مثلا ان انا اشتريت حاجه جديده، او زعلانه ان انا بدوس على نفسي، وانت اساسا مش عايزه تعملي حاجه، فانت زعلانه ليه؟ احنا اتكلمنا معاكي مره واتنين، انت مش عايزه تعملي حاجه، انت بقى زعلانه ليه؟ مالكيش، سيبي بقى اللي يعمل. في ناس عايزه تعمل لاولادها، في ناس عايزه، عارفه ان بكره مش مضمون. بصراحه انا لما بفكر في بكره ببقى خايفه، وبعيط وخايفه من حاجات كتير قوي. مش هينفع مثلا اكلم في الفيديو، ما تعرفيش بكره في ايه. وموضوع الزلازل اللي بقى كتير دوت برضو بقى اوفر قوي. فانا عايزه اوجه رساله للناس من خلال الفيديو دوت، الناس اللي ما عندهاش هدف، اللي مش عايزه تحوش، اللي مش عايزه تعمل حاجه، اللي عايشه يوم بيوم، أو يعني بتصرف كل اللي معاها. لازم يكون عندك هدف، ولازم تشيلي قرش لبكره. الناس اللي معاها ملايين ورجال اعمال ومعاهم ملايين، مفروض ان هم معاهم ملايين يعيشوا بالطول وبالعرض ويصرفوا براحتهم. بالعكس، الناس اللي معاها ملايين ديت مش بتصرف براحتها. بالعكس، اللي معاه مليون عايز يخليه 2 مليون، اللي معاه مثلا 5 مليون عايز يخليهم 10 مليون. بيشتغلوا وبيحوشوا وبيعملوا مشاريع وبيوفروا اكتر من اللي معهوش خالص. متخيلين؟ اقسم بالله العظيم الناس الغنية ديت بتمسك على ايديها ولاي حد اسأليه على معاه مليون عايز يخليه 2، لو معاه 10 عايز يخليهم 20. بيبقى عندهم غير الشغل، بيبقى عندهم بمعنى اصح جشع وطمع بصراحة. فاحنا عايزين احنا بقى بالنسبة للناس المتوسطة او الناس الفقيرة اللي معاش خالص، لازم يكون عندك هدف تسعيله. فانت حط في دماغك هدف. لو انت يا ستي ربنا كرمك وميسرلك ومفيش اي حاجة عايزة تحققيها، مع ان دوت مستحيل تلاقي مثلا مثلا 1% مش عنده هدف يحققه. لا، لازم يكون عندك هدف من الناحية المادية، ويكون عندك كمان هدف من الناحية المعنوية. يعني ايه المعنوية؟ يعني انا يكون عندي هدف ان انا مثلا احوش مثلا واشتري حاجة ذهب، او احوش واشتري تكييف، او احوش واشتري تلفزيون، او اي حاجة ناقصة في البيت، او اوضب شقتي، او ابيض مثلا، او اشتري حاجة جديدة، او اشتري لابتوب. ده الهدف المادي، ان انا عايزة ازود دخلي ويكون عندي حاجة تانية. طب الهدف المعنوي ان انا لازم اطور من نفسي. تطوري من نفسك ازاي؟ اطور من نفسي ان انا اتعلم، مش ما سيبش نفسي كده. اتعلم بقى ايه؟ ممكن احفظ القرآن، ممكن اتعلم لغة انجليزية، ممكن اتعلم شغل جديد. اشغلي نفسك، لازم تشغلي نفسك، وخصوصا لو انت ما عندكيش شغل. اشغلي نفسك بشغل تعمليه مثلا اونلاين. شوفي حاجات كتير قوي، في افكار كتير قوي على النت، وهتلاقوني برضو عامله لكم فيديو عن افكار لمشاريع ممكن تعمليها من وانت قاعده في بيتك. اشغلي نفسك بالتعليم، اشغلي نفسك بالثقافة. اسمعي اللهم صل على النبي، الكتب المسموعة ديت. انا بسمع الكتب المسموعة لما تكوني فاضية كده، شغالي كتاب عن حاجة مثلا انت عايزة تبحثي عنها، وشغليه وانت بتغسلي المواعين، شغليه وانت بتروقي، شغليه مثلا وانت قاعدة في البيت اخر اليوم. هتستفادي وهتلاقي نفسيتك اتحسنت. ما تسيبيش نفسيتك كمان للتفكير الوحش. في ناس بتفكر تفكير وحش بيكون سلبي جدا. اوعي تسيبي نفسك للتفكير الوحش ولا لشيطانك. الشيطان يا جماعة بيصور لنا حاجات مش موجودة. يعني ممكن يخليلك تفكري ان الدنيا كلها بتكرهك، ان الدنيا كلها بتتنمر عليكي، ان الدنيا كلها مثلا مش طايقاكي، او ده مش بيحبني، ده مش بيسأل فيا. كل واحد يا جماعة دلوقتي مشغول. كل دلوقتي واحد مشغول في اكل عيشه، مشغول بحياته، مشغول بأسرته، مشغول بنفسه. تمام. فانت ما تخليش حد ينشغل بيكي او يسأل عليكي. اعملي انت لنفسك كيان، وملكيش دعوة بكل اللي حواليكي. لازم تعملي لنفسك كيان بقى في الشغل، في البيت. اشغلي نفسك بشغل البيت. لو عندك اطفال وعندك بيت ومش عايزة تشتغلي، شغل البيت ما بيخلص.
انا عن نفسي بيجي وقت عليا بطلع الهدوم بتاعت اولادي المقطوعه اخيطها اظبطها. ايه والله العظيم انا عندي شغل البيت مش بيخلص وما بزعلش بالحاجه دي، ببقى مبسوطه. ربنا يقويني ويكبر بخاطري واقدر اقف واعمل كل حاجه لاولادي، كل حاجه في البيت بنظمها. اطلع الادراج اروقها، اطلع الدولاب اروقه. إيه نزلي لعبه على الموبايل واشغلي نفسك بيها، بس تسيبيش نفسك للتفكير السلبي. صلي وقربي من ربنا، ادعي. كل الحاجات دي هتطلع الطاقه السلبيه اللي جواكي. ده الفيديو النهارده بكلم فيه النوعيه اللي مش عايزه تعمل حاجه لازم تعملي وتشيلي قرش لبكره، مش ضامنه بكره في ايه. عملنا كمان سمك السردين تحفه بجد، تحفه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. هيعجب كل الناس اللي هتخش تتفرج عليه. طريقه السمك سهله جدا. انا تبلته الاول التتبيله اللي قلت لكم عليها، وبعد كده عملته بالدقيق وقليته في الزيت، وعملت جنبيه حبه رز، ووريتكم كمان في الفيديو ازاي تعملي الرز البني. بتحمري البصل كويس جدا. ولو اول مره تشوفوا قناتي نوروني بالاشتراك في القناه.